ونبدأ أخيرا نتعامل مع الديف ديبندنسي. لما تيجي حضرتك تعمل باكج معينة أو تستخدم باكج معينة خاصة بالديفلوبمنت، خاصة بمرحلة الديفلوبمنت، وانت بتعمل فعليا ديفلوبمنت، وجيت هنا قلت لي انا هستخدم الباكج الخاصة بالهايف جنريتور، من اسمها ان دي بتعمل لك جنريت للكود. اذا الاند يوزر اللي في النهايه لما ترفع له الاي بي كي هو مش مهتم بالديف ديبندنسز دي. الديف ديبندنسز دي في مرحله التطوير، يبقى انا هحتاج الهايف سي اي اللي هي كوميونتي اديشن جنريتور، وبرضه هحتاج باكج غايه في الجمال هتتعامل معاها كتير جدا اسمها بيلد رانر. والبيلد رانر دي يا صديقي العزيز غاية في الجمال، 4 مليون داونلود، وبتديك بعض الكومنز البسيطة جدا ان حضرتك تبدأ تعمل رانر للجنريتورز دي.